اهلا بيكم في حلقه جديده من بزنس وذ مو بودكاست. معاكم محمد علي، بزنس وماركتنج كوتش. النهارده هنتكلم عن انواع الاستثمار وطرق الاستثمار الامثل بالنسبه للفلوس بتاعتك. معانا ومعاكم النهارده حسين مهنا، بزنس كونسلتنت. حياه البيزنس كلها ارقام ودايما فيها اسرار، هنعرفها سوا بكل تفاصيلها في بزنس وذ مو بودكاست. حسين، اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كله تمام، كله زي الفل. اخيرا اتقابلنا. اخيرا بعد بقى لنا اكتر من شهرين ثلاثه. 6 شهور كمان. 6 شهور من شهر 10 تصدق؟ شهر 10 اللي فات. لا اكتر، احنا داخلين على سنه. داخلين على سنه. انا مبسوط ان انا معاك جدا والله. انا مبسوط ان انت متابعك وحاجه جميله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. طيب دايما اول سؤال انا بحب ان انا اساله ان انت تعرف نفسك للناس. اعرف نفسي. اوكي، بص انا يعني في الكارير بتاعي اشتغلت حاجات كتير قوي. ابتديت من البانكينج سيكتور، موظف صغير جدا، اشتغلت كاستمر سيرفيس، وبعد كده دخلت تريد فاينانس شويه. كنا زمان في البنك لسه بنكتب الاعتمادات بايدينا، ما كانتش سنترلايزد زي دلوقتي، وكنت حابب جدا الموضوع. وبعدين خدنا كرايت كورس. كنت عايز بقى يعني اكبر نفسي في البنك، لان دايما في البانكينج الديبارتمنتس التريجري والكوربريت فاينانس هم بيبقوا احسن حاجه في البنك. خدت الكورس، والحمد لله طلعت السادس على الكورس والاول في البرزنتيشن بتاعت الكيس ستادي. وابتديت بقى الكوربريت فاينانس الرحله بتاعته يعني. وبس طول ما انا في البانكينج حاسس ان انا ده مش مكاني. اتعلمت كتير من ناس كتير، وهو يعني علمني حاجات كتير فادتني في الشغل بعد كده، ولكن لا يعني مش بتاعتي. فبعد شويه سبت البانكينج ورحت اشتغلت ليسنج. الكلام ده كان سنه كام تقريبا؟ كان انا ابتديت في 2006، قعدت حوالي 7-8 سنين بانكينج، رحت كذا بنك، وبعدين رحت ليسنج. بقى الليسنج كان فيه شويه اختلافات، فحسيت ان انا بتعلم حاجات جديده، بس برضو مش مكاني. طب معلش، ممكن توضح لنا يعني ايه ليسنج؟ اوكي، بص الليسنج عندنا حتتين في الليسنج، فاينانشال واوبريتنج. الفاينانشال ليسنج ده لازم الليسنج الكونتراكت بتاعه لازم يبقى فيه اصل متعامل عليه. يعني انا النهارده شركه بيبسي او شيبسي او اي حاجه، رايح عايز اشتري خط انتاج جديد اصل اهو، فباجي بقول والله انا عايز اشتري خط ب 100 مليون جنيه، فبيجيب لي عرض السعر مثلا من سبلاير بره، وبيجيب لي بقى الفاينانشلز. انا بدرس الفاينانشلز بتاعته واشوفه عنده القدره على السداد ولا لا. بعمل اناليسيز للفاينانشال ستيتمنتس واشوف الكاش فلو بتاعته البروجكتد تقدر تغطي القسط بتاع القرض اللي هو هياخده ده ولا لا. فهو الليسنج ببساطه زي البانكينج، بس لازم يكون فيه اصل، ولازم غالبا البانكينج ممكن يدي شورت تيرم لون او ميديوم تيرم. الليسنج بتبقى فيري لونج تيرم، ممكن من اول 5 سنين 7، في ناس بتدي 10. فهو مثلا تعثر في السداد، ففي زي اصل هو ده الضمان. الاصل هو ده الضمان. يعني دايما واحنا بندرس في الليسنج، انا اتعلمت من زي كونسبت المورجج شويه مثلا في امريكا شويه، بس مش بالظبط. انا اتعلمت من حد يعني قوي جدا في الليسنج، هو مستر طارق عزمي، شركه كوربليس. يعني ده من الناس اللي انا اتعلمت منهم كتير. هو يعني لما كنا بندرس الكيس كان يقول لك نبص على التوب مانجمنت، هم هيقدروا يشيلوا اللي يمشوا البيزنس ولا لا، ونحلل الكاش فلو بروجكشن. فهم دول اقوى حاجتين غير ضمانه الاصل، دول اهم من ضمانه الاصل. فالحته دي يعني في الليسنج ده الفرق بينه وبين البانكينج شويه. حلو، ماشي، كمل بقى. بعد كده ايه اللي حصل؟ وبعد كده اشتغلت شويه بقى، رحت ناحيه الانفستمنتس، انفستمنت بانكينج شويه. عملنا شويه حبيت بقى قصه الانفستمنتس جدا. عملت كام ترانزاكشن برايفت ايكويتي جنب الانفستمنت، وبعدين دخلت في قصه الستارت ابس ولقيت نفسي اي جوت ادكتد. خلينا نتكلم. ده كان سنه كام تقريبا يعني؟ ده كان سنه 2016 او 17. ده كان تقريبا بدايه البول ماركت شويه بتاع الستارت ابس يعني. وانا يعني حبيت الموضوع جدا. بقول لك اي جوت ادكتد لموضوع الستارت ابس اكتر من اي شغلانه بقى اشتغلتها قبل كده. حبيت الناس وحبيت الشباب والافكار يعني ان انا بساعد الناس. انا يعني انا بساعد ستارت ابس كتير انها مثلا في البيزنس موديل تعدل فيه شويه حاجات، فاينانشال موديل، لان الباك جراوند بتاعي فيه حته فاينانس برضو. فدول الحتتين اللي انا بعرف اساعد فيهم الستارت ابس قوي، بلس الكونتاكتس بقى، العلاقات بتاعتي مع الانفسترز والحاجات دي. فده ببساطه يعني الباك جراوند بتاعي يعني. حلو قوي. طيب حبيب. ايه اللي شدك في الستارت ابس؟
اللي شدني في الستارت ابس الحلول الجديده اللي دايما كل يوم بتطلع، الحماس اللي عند الشباب، البرين ستورمينج. انا بحب الحاجات اللي فيها كرياتيفيتي، فاهم؟ طبعا ده كان تشينج رهيب من بانكينج وروتين انا مش بتاع روتين الحاجه بقى، فاهم؟ ناس ايه الناس بتنزل عشان كده لقيت نفسي شورتات وبنقعد ونسهر، ما فيش مواعيد، الدنيا حلوه. فلا الموضوع مختلف تماما، ويعني لقيت نفسي بقى في الحته دي. وحتى عملت كذا ستارت اب مع ناس خسرت وفشلت، ولكن خدت اكسبيرينس حلوه جدا. حلو. فهو ده مينلي الحاجات اللي بحبها في الستارت ابس، الشباب والافكار الجديده والانوفيشن والتك اللي طالع زي الصاروخ. يعني كل الحاجات دي صراحه هي اللي شدتني يعني. حلو. طيب خش في موضوع الحلقه، يلا بينا. انت الباك جراوند بتاعتك دخلت في الانفستمنت بعلاقاتك بالحاجات دي كلها، صح؟ فخليني اسالك سؤال، يعني ايه انفستمنت اساسا؟ يعني ايه انفستمنت؟ لا انفستمنت ده بحر يعني. خد وقتك، المايك معاك. انفستمنت يعني استثمار بالعربي. ازاي انفست؟ يعني انا النهارده عندي شويه فلوس، لو سبتها مركونه قيمتها هتقل طبعا، انت شايف التضخم الرهيب اللي بيحصل. ولو حطيتها في البنك برضو ما بتعلاش بنفس القيمه اللي المفروض انا احافظ على قيمه الفلوس فيها. فالناس بقت تفكر في كلمه انفستمنت، تتعلم بقى. عندك ناس عند اصل الانفستمنتس ده بقول لك حاجه كبيره جدا. يعني ممكن واحد ينفست في عقارات، انا النهارده بحافظ على فلوسي، بشتري عقارات واسيبها، ولما سعرها يغلى ابيعها او اجرها، فهي بتدخل لي كاش فلو. ممكن واحد ينفست يقول لك لا، انا الدولار بيعلى هشتري دولار، الذهب بيعلى هشتري ذهب. هو بحر. انا بقى يعني حتتي ان هو يلا انفست في ستارت ابس. يعني احكي لك مثلا مثال، انا كنت قاعد مع ناس صحابي عندهم ستارت اب، كنت بساعدهم في البيزنس موديل وفي الفاينانشال موديلنج والحاجات دي. وقعدنا بالصدفه مع راجل دكتور، فالكلام جاب بعضه، فقال لنا والله يا جماعه معايا اكسس ماني، ايه رايكم انتوا بتوع انفستمنتس نعمل ايه؟ حلو. فحكيت له بقى القصه دي، قلت له يا اما عقارات يا اما ذهب يا اما وعندنا حاجه احلى واحلى، وممكن تضرب معاك وتبقى احسن من الذهب ومن العقارات من الكلام ده. بس ممكن تخسر كتير. بس ممكن تخسر. ما هي هاي ريسك. بالظبط. هي فيري هاي ريسك. هاي ريسك، سبيشالي ان انت يعني هاي ريسك. بس في الاول لما بتدخل في الايديا ستيج زي انجل انفسترز والحاجات دي، بتدخل بريسك عالي قوي، بس القيمه ما تبقاش عاليه. زي مثلا يعني مثلا هو دخل مثلا $50,000، فهو مش رقم بالنسبه للانفستمنت، ولكن الريتيرن بتاعه عالي جدا. لو الشركه دي نجحت هيعمل مالتيبلز رهيبه. حلو. فهو ده يعني باختصار الانفستمنت. يعني الانفستمنت هنا بتتقسم لجزئيتين، الجزئيه بتاعت ان انا احافظ على القيمه الشرائيه طبعا للفلوس او المدخرات بتاعتي، تمام. انا بستثمر عشان احافظ على القيمه بتاعتي. بالظبط. والجزء الثاني اللي هو الاكسبوننشال جروث، او ان انا ممكن اجيب فلوس منه. يعني زي ما انت قلت في العقارات، ان انا ممكن اشتري عقار ما اجروش ولا حاجه، بس بعد كام سنه انا ممكن ابيعه، سعره زاد، بعته، بالظبط. يعني حافظت على فلوسي حتى مش كسبت. الجزء الثاني بقى ان ممكن اجره، فهو بيجيب لي كاش فلو. صح كده؟ بالظبط. حلو جدا. طيب احنا اتكلمنا ايه الانفستمنتس في خلال الفتره اللي فاتت دي من 2016 تقريبا، من ساعه ما انت دخلت الستارت اب سين تقريبا، وبقى في زي ترندز بتحصل، تمام. في كل كده سنتين ثلاثه بيحصل ترندز. حصل عندنا تقريبا البيك في 2020 مع كورونا والكلام ده كله. كنت تقريبا تفتح الانترنت او فيسبوك او كل يوم شركه مش عارف حماده خدت $2 مليون. فاكر تقريبا في شركه حصل فيها زي هلع الناس. كان فعلا ترند زي فومو. الستارت ابس بقت بتاخد فاند ريزنج بطريقه مرعبه. الفالويشنز ملهاش اي علاقه بالحقيقه، عاليه جدا. الانفسترز بيحطوا فلوس بغرابه. يعني انا هحكي لك حاجه مضحكه شويه. يعني احنا زمان كنا بنقول ايه ايام 2016 وكده، احنا لما ستارت اب تيجي تتكلم مع الانفسترز تلاقي الانفسترز قاعدين محترمين جدا ومركزين، والستارت اب هو اللي حاطط رجل على رجل وبيتعوج عليهم، لغايه ما حصل الموضوع بتاع البيك ده والدروب الرهيب اللي حصل، لان الفالويشنز كانت مالهاش اي علاقه بالحقيقه. فانت لما تيجي تريس تاني راوند بتلاقي ان الحقيقه بعيد خالص.
او لما تخش اي بي او او تخش وده IPO حصل ده مع لسه بدري يعني حصل مع مثلا زي اوبر وليفت. طبعا كان الفالويشن بتاعهم في حته طبعا. فجاه بقى دخلوا اللعبه والاي بي او 50% حاجه ثانيه خالص، 30% اقل، حاجات غريبه يعني. حاجات غريبه جدا. ف لغايه البيك ده لما حصل وحصل الدروب الرهيب ده والانفسترز ابتدوا يخافوا، بقى في بقوا فيري كونزرفاتيف ان هم يطلعوا انفستمنتس. الايه اتقلبت بقت الستارت ابس هي اللي بتجري، والفي سيز والانفسترز حاطين بقى رجل على رجل وقاعدين هم اللي معوجين على الستارت ابس. لان كمان الستارت ابس الشباب برضو يعني بقت عايزه تعمل شركه وفلوس بسرعه من غير ما يكون عندها اكسبيرينس. انا دايما لما بتكلم مع الناس بقول احلى ناس بشوفها عملت ستارت ابس الناس اللي عندها باك جراوند كوربريت 10 سنين. صح. بيبقى ماتيور خلاص، بقى عاقل ونضج، حتى نضج بزنس وايز، وعنده اكسبيرينس في الحته بتاعته، وغالبا هيعمل ستارت اب ليها علاقه بالباك جراوند بتاعته والاكسبيرينس بتاعته. فبتلاقي ان الناس دي في حته تانية غير الشباب الصغيرين. انا مش بقول ان الشباب الصغيرين ما تعملش، ولكن انت لما تنضج في البيزنس لا هتفرق معاك جدا في الستارت اب وفي الفند ريزنج وفي كل حاجه. صح. فده جزء مهم قوي يعني، كنت عايز اوضحه في الحته لا ده دي. صح. لا 100% ان يعني هو صعب قوي ان انا اتخرج اروح اعمل ستارت اب واتوقع ان هي تسكيل وان في اوبريشنز في ناس كتير بتبقى عايزه كده، في حاجات كتير. ويمكن انا تحليلي الشخصي في خلال السنين اللي فاتت ان حجم الانفستمنتس اللي بقت تتضخ في ستارت ابس اقل، بس الماتشوريتي بتاعه الفاوندرز عاليه جدا 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 جدا. فدي حتى الصراحه فرقت جدا في الفتره الاخيره في الايكو سيستم بتاع الستارت ابس يعني. طيب انا كنت بصيت على لينكد ان بتاعك وطبعا اتكلمنا كتير. انت حاجه اسمها فاند ليدر صح؟ فاند ليدر حلو. يعني ايه فاند ليدر؟ حلو. فاند ليدر ده يعني انا بمسك احنا دلوقتي قررنا ان احنا هنعمل مثلا انجل نتورك. هي الانجل نتورك بتبقى زي الفي سي تقريبا، بس على حجم على سكيل اصغر كتير. هنعمل انجل نتورك او هنعمل في سي. فقررنا ان احنا خلينا معلش عشان بس الاودينس يفهموا اكتر. اوكي. ناس كتير بتسمع في سي وانجل ومش عارف وايه. أوكي. يعني ايه انجل انفستر؟ اوكي. ويعني ايه في سي؟ معلش يعني الانجل انفستر ده ببساطه بالترجمه العربيه اللي هو مستثمر ملائكي بيخش يعني يحط فلوس كده في الستارت اب وهي فيري فيري ايرلي ستيج، ممكن ايديا كمان، اللي هم بيبقوا فريند اند فاميلي. ده ممكن يبقى انجل انفستر، او شخص عادي جدا بيحب يستثمر هيخش يحط فلوس بس في ايرلي ستيج، والمبلغ ما بيكونش كبير وبياخد قصاده شويه ايكويتي. ده الانجل انفستر. حلو. الانجل نتورك بتبقى عباره عن شويه انجل انفسترز بيتجمعوا مع بعض، بيقلدوا الفي سي، يبقوا يعني زي الفي سي كده، ولكن انجل انفسترز بيعملوا كوميتي مع بعض، يحطوا فلوس مع بعض ويبتدوا ينفستوا في ستارت ابس زي كايرو انجلز مثلا، زي كايرو انجلز، اليكس انجلز، كور انجلز، كل الحاجات دي. الفي سي بقى حاجه تانية شويه. الفي سي احنا بنبقى فاند مانجر بيروح يتكلم مع ناس اسمهم ليميتد بارتنرز او ال بيز، بيقول لهم والله يا جماعه انا هنأسس في سي، الثيسيس بتاعته 1 2 3، الريتيرن بتاعه 1 2 3 على كام سنه، كل الحاجات دي، وبيبتدي يقنعهم ان هم يحطوا معاه فلوس. فالليميتد بارتنرز او ال بيز بيحطوا معاه فلوس ويبتدي يكون الفي سي ويبتدي بقى ينفست في ستارت ابس. ده ببساطه جدا الفرق بين الاثنين. خليني بقى انا اسالك سؤال، هل انا لازم اكون previous investor وعندي portfolio عشان اعمل الفي سي بتاعتي، ولا مجرد ان انا عندي awareness بالبزنس سؤال حلو. انا هعكس السؤال عشان اوضح صح. للناس صح. لو حضرتك دلوقتي انفستر وانا حسين جاي لك شاطر جدا في البيزنس وعنده باك جراوند رهيب، وجاي لك واحد تاني اسمه اكس عنده باك جراوند في ان هو بيمانج فاندز وعمل في سيز قبل كده وعنده نجاح في الحته دي، هتختار مين كانفستر؟ اختار التاني طبعا. فده الرد على السؤال. لازم هتاخد حد انت بتحط فلوس. حلو. فلازم تبقى واثق 100% او شايف او لامس حاجه تانجبل ان هو عنده فيري جود اكسبيرينس وعنده كارير او سكسس ستوريز. حلو. فدي حتى هتفرق جدا. في ناس بتبقى شاطره جدا ونفسها ان هي تعمل كده، بس لازم يبقى معاها حد
يخلي الانفستور ال بي يحط معاه فلوس. حلو. طيب يعني احنا عندنا مثلا دلوقتي الانجل والانجل نتورك والفي سي. الانجل نتورك ده هو عباره عن شويه ناس معاها شويه فلوس فحاطه زي بول كده بس تمام، وبيعينوا شويه ناس عباره عن ان هم بيسمعوا بيتشز ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبيديسايدوا بعد كده مع بعض احنا هننفست في 1 و2 و3. بالظبط كده بالظبط كده. مين اللي بيبقى في المرحله اللي هي بتبقى فيري ايرلي ستيج بالظبط، سيد بري سيد الحاجات دي كلها تمام. طيب الفي سي مش كتير بيخشوا في السيد او بري سيد، مش كتير بالظبط. والاوبريشن معلش بحاول اشرحها. لا صح جدا. فالفي سي هو عباره عن ان انا كشخص عندي بورتفوليو وعندي الباك جراوند وعندي زي ما بيقولوا كده ايه الكريديبيليتي، ان انا هروح لناس هيحطوا لي زي في محفظه كده شويه فلوس وانا مسؤول قدامهم ان انا انفست في البورتفوليوز دي او بالزبط. انا ببقى لهم الثيسيس بتاعتي هانفست مثلا، ممكن ابقى اجنوستيك يعني اللي هو مثلا خليني بس نازل حته، وممكن اكون اندستري سنتريك يعني والله انا هبقى في التك، انا فينتك بس او هيلث تك. في ناس كده يعني في سيز مثلا في ادتك مثلا ما تشتغلش غير زي ادفنتشرز مثلا. في ناس بتشتغل اجنوستيك اللي هو جوكر، اي حاجه حلوه اي حاجه فيها فلوس فيها بوتنشال. انا دايما طول عمري بحب كده على فكره، ما بحبش ان انا ازنق نفسي في حته. يعني لو في يوم من الايام كان بقى عندي فانشر كابيتال ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هبقى اجنوستيك، هختار الحاجات اللي انا شايفها بوتنشال، مش هزنق نفسي في حته. ولكن برضو الناس التانية اللي هي بتشتغل في اندستري واحده او 2 أو 3 ناجحين جدا برضو، فاهم، بيبقوا برضو اقوياء في الحته بتاعتهم يعني. حلو. هل البنفيت بالنسبه لي انا كفاوندر ان انا اروح لانجل ولا اروح لفي سي apart from the money نفسه يعني؟ ما هو الفكره في ايه؟ الفي سيز، لا خلينا نرتب بس السؤال عشان هنرد على كذا حته. اول حاجه على حسب انا في انهي ستيج. لو انا فيري ايرلي ستيج معظم الفي سيز مش هتبص لي اصلا اكيد، فهروح ادور على انجل انفستور. لو انا ابتديت اعمل ريفينيوز وسيلز وابتديت ابقى عندي بوزيشننج في الماركت وفي جروث واضح، ابتدي اتكلم مع الفي سيز. الفكره هنا في ايه بقى؟ الستارت اب لو انا دلوقتي رايح لانجل انفستور، اختار الانجل انفستور ازاي؟ مش لازم اللي هو يحط معايا فلوس وبس. الفلوس مهمه جدا، بس انا عايز حد ياد فاليو للستارت اب يعني. الحته دي مهمه جدا. لو انت رحت الانجل انفستور بيفهم في الاندستري اللي انت عامل الستارت اب بتاعتك فيها، الوضع هيختلف تماما، هتبقى في حته تانية خالص. لو انت رحت عشان الفلوس بس، حلوه الفلوس، ولكن المنتورنج بتاع الناس اللي عندها خبره في الاندستري لا بيفرق جدا. الفي سيز كانت حاجه بتضايقني فيهم جدا بدون ذكر اسماء وكتير هنا. النهارده انا ستارت اب جات لي وخدت عملت فند ريزنج من عندي وحطيت فيها فلوس وخدت ايكويتي. بلاش 90، خلينا نقول 70% من الفي سيز بتحط فلوس وتمشي، لا بتتابع ولا بتمنتر ولا بتوجه. ممكن دلوقتي الدنيا ابتدت تتغير شويه، ولكن الموضوع ده كان عامل ازمه كبيره جدا في ستارت ابس. والله العظيم يا محمد شفتها شاطره جدا وعامله شغل رهيب، كانت محتاجه بس ان حد يوجهها، كانت تبقى في حته تانية. قفلت بسبب ان مفيش متابعه. انت النهارده حطيت فلوس، انت لازم تحافظ على الفلوس دي، وده عيب على فكره من المانجر بتاع الفند. لا، عشان تحافظ على الفلوس دي لازم تتابع، طب تنصحه، طب تقول له. فالحاجات دي بتفرق جدا وفرقت جدا مع ستارت ابس كتير. ان هم يجو اراوند شارب كورنرز يعني. لو مثلا سي انا واقف في حته معينه، فانا الحته دي انا ممكن اجيب لك كونكشن يعدلها لك. انت عندك مشكله في الفاينانس مثلا، فممكن يجيب لك حد يكونسلت عليك، يعمل لك منتورنج، يظبط لك الدنيا بزنس. فلا بتفرق جدا الصراحه ان انت تحط فلوسك وتتابع، غير لما تدي فلوس للستارت اب وهو يعيش حياته which is something يعني انت بتقول ان زائد الفلوس انت لازم تبص برضو ايه كمان الافورتس او ايه الفاليوز اللي هيقعدها البوتنشال انفستور سواء في سي او سواء انجل. لازم صح، لازم. حلو جدا. طيب طبعا من اول 2016 لحد دلوقتي كميه ترندات مش طبيعيه. في فتره كده في 2020 كان اي كوميرس ستارت اب بتعدي بتاخد فند صح. بعد كده فينتك برضو فينتك تقريبا ما بيخلصش الترند ده. لا ما بيخلصش. بعد كده مثلا دلوقتي ما شاء الله كميه الفلوس اللي انا بشوفها في الاي اي مش طبيعيه. هو دلوقتي حاجه انا شايفها في الماركت ممكن تكون غلط يعني، بس ده رايي الشخصي يعني، ان كتير قوي من الستارت ابس بتقول احنا اي وهم لا.
يعني بيبقوا بس يعني بيحاولوا عشان يبيعوا نفسهم. ودي حاجه غلط، لان انت لما تقعد مع انفستر فاهم هيقول لك يا ابني انت بره القصه دي خالص، احكي لك فانت على حرقت حاجه. نفسك. انت عارف سيلز فورس طبعا صح؟ اه ماشي. سيلز فورس يعني حصل عندهم شويه مش دامبنج، يعني السهم بتاعهم بدا ينزل كتير، تمام؟ فهم عايزين يعلوا السهم، عاملين قال لك سيلز فورس changed the mentality of the business to be AI driven. هي دي بقى. وهم ما عملوش حاجه اصلا، فجاه هوب السهم بدا يعني ما عملوش حاجه من جوه، هو بس غيروا الاسم. ها بالظبط كده. بيبيع نفسه. فدي مشكله كبيره الصراحه في الماركت يعني. بس يعني الناس ابتدت تفوق برضو، الانفسترز ابتدوا يوقفوهم، فابتدوا يفوقوا شويه في الحته دي. حلو. يعني انت شايف ان الترندات دي هي عباره عن هي ترند يعني شارك تانك مثلا ترند، الاي اي ترند زي ما انت بتقول. شويه تلاقي فينتك، تلاقي واحد ملوش علاقه بالفينتك او البيمنت جيت ويز قوي، بس بيعمل حاجه يقول لك انا فينتك. فهي ترندز يعني، بيشوف ايه بومينج ويحاول يتلزق فيه. طيب بمناسبه الفينتك، هو ليه دايما الفينتك موجود وبقى دايما ترند، وليه في مصر بالذات يعني؟ لان مصر في فتره تحول من حاجه لحاجه تانية خالص، من شغالين بالفلوس والديجيتال بيمنتس وبلاستيك موني. فعشان كده هي ترند قوي جدا، لان الحكومه نفسها بتتحول من الحته دي. فعشان كده الفينتك دايما، حتى البنك المركزي بقى مور فلكسبل، هيئه الرقابه الماليه بقت مور فلكسبل، الدنيا اتغيرت جامد. وعشان كده الناس ابتدت تتواجه. يعني زمان مثلا اي شركه فيها فينتك كان ممكن عشان تاخد موافقه من البنك المركزي يقعد سنه 2 3 سنه 2 سنه ونص تقريبا. يعني لا، في قعدت اكتر. انا اعرف ستارت ابس قعدوا عشان ياخدوا موافقه من البنك المركزي قعدوا 3 سنين. فعشان كده الفينتك بومينج والحكومه مساعده. فتلاقي لان خلي بالك اي حاجه بتسهل بيمنت هي حاجه حلوه. فعشان كده دايما بتلاقيها بومينج وترند. ده باختصار يعني. طيب هل ده له علاقه اساسا ان مصر نفسها البانكينج فيها مش بوبولار؟ يعني انا تقريبا في ستادي كانت بتقول ان 20-25% بس من الناس عندهم بانك اكاونتس، يمكن اقل كمان. انا قريت من كام سنه ارتكل، انا مش عارف صحتها يعني، بس كانت بتقول ان اللي عندهم بانك اكاونتس في مصر حوالي 5-6 مليون. يعني 5-6% من التوتال. كانوا متركزين في القاهره كلهم. على فكره فعلا كلامك صح. انا هحكي لك حاجه برضو من الاكسبيرينس بتاعتي ايام البانكينج. كنا ساعات بيبقى عندنا ميتينجز في الدلتا، في المنصوره، في الحتت دي. الناس هناك معاهم فلوس رهيبه، ولكن ما يعرفوش يعني ايه بنك. شويله وخزن، فاهم؟ تحت البلاطه. فلا، الموضوع البانكينج ابتدى الحكومه موجهه الناس ان دلوقتي هتلاقي الدنيا عماله تعلى كل شويه. عدد المتعاملين في البنوك بيزيد جدا. التعامل مع البنوك الناس ابتدت تفهم. كان في إليترسي او جهل شويه في الحته دي. لا الوضع اختلف تماما خالص. الناس ابتدت تفهم يعني ايه بنك، يعني ايه حساب، يعني ايه ديبت كارد. احنا دلوقتي الناس كانت بتقبض زمان في المصانع وكده بظرف مثلا. دلوقتي لازم تعمل بيرول، تحول على بنك وتقبض بكارت. هو ده الصح يعني. فالبلاستيك ماني والديجيتاليزيشن اتحول تماما في مصر، وهو ده اللي مخلي الفينتك ترند. حلو. طبعا في خلال الفتره اللي فاتت دي كلها حصل كميه تشالنجز كتيره، خصوصا في الديفالويشن، الماركت سيركمستانسز، الكونسيومر بيهيفير اختلف تماما في الفتره دي. صح. وبالتالي برضو اثر شويه زي ما بيقولوا كده ايه، الاموال الساخنه عندنا تمام في مصر قلت كتير. حلو. تمام. فانت شايف هل دي opportunity ولا تشالنج، ولا التشالنج ده مكمل لحد قد ايه؟ الفتره دي هو تشالنج كبير جدا. ويعني انا مش عايز احبط الناس، بس انا مش شايف اي حاجه نور واضح. يعني زمان كنا بنقول لما بيحصل مشكله في الاقتصاد او كده بنبقى شايفين اخر التانل في نور. احنا يعني الفتره دي انا مش عايز احبط الناس، بس انا كحسين بتكلم كحسين، ماليش دعوه بحد. لا الدنيا مش واضحه خالص، فيك بالنسبه لي. يعني هقول رايي. الحكومه ممكن تعمل ايه يعني؟ ان الحكومه لازم تبص للمصنعين.
لان المصنعين دول هم اللي هيرفعوا الاقتصاد. انت النهارده عشان المصنع يروح بنك ياخد، انت النهارده عندك الكوريدور ريت بلس كوريدور بيوصل كوريدور 28 وربع. ماشي. هو الراجل ده بيجيب خاماته ويقسم منها الكوست اوف جود سولد ويوصل ان هو الانترست اكسبنس اللي هيدفعها من البنك ده بيلاقي نفسه ما عندوش بروفيت اتاكل بسبب الريت العالي اللي الحكومه عاملاه. فلازم تعمل مبادرات للمصنعين. الحاجات دي هتساعد جدا ان الاقتصاد يعلى، لان الصناعه هي عمود الاقتصاد. صح. فده رايي في الحته بتاعت الفتره اللي جايه. لو الحكومه ساعدت المصنعين، لا الدنيا هتتغير. مستثمرين هيجوا يضخوا. انت مستثمرين، خلينا نتكلم في الحته برضو اللي ليها علاقه بيا. يعني النهارده انا مصنع ومحتاج استثمار، مين هيجي مصر يحط استثمار في مصنع في مصر؟ ده حلو السؤال ده. الا لو شايف ان في ريتيرن عالي. يعني انا هكلمك على الحته بتاعت البرايفت ايكويتي شويه. انا النهارده مصنع ومحتاج مستثمر. الصح ان انا اروح ابص يا اما الانفستمنت بانك هيساعدني، لو الانفستمنت بانك بيبقى زي ميدل مان بيجيب لي مستثمر، او بروح للبرايفت ايكويتي صندوق بقول له والله انا شغال في الصناعه 1 2 3 وعايز اضخ راس مال. فالراجل بتاع البرايفت ايكويتي بيجي يدرس معايا الشركه يقول لي والله انا شايف ان انا ممكن اضخ معاك مثلا واشتري اسهم 20%. تمام. ما هو ده هيتضخ بالدولار لان البرايفت ايكويتي معظمهم بره مصر. صح. فده هيساعد برضو ان احنا ضخينا دولار في السوق، فالدنيا هتبتدي ايه تتحسن. فده رايي في الحته بتاعت الاقتصاد والفتره اللي جايه. يعني خليني اسالك، يعني انت شايف دلوقتي ان البرايفت ايكويتيز او عامه الاموال الساخنه ان هي تخش مصر تاني الموضوع صعب الفتره دي؟ طيب رايي يعني انت دلوقتي بتقول فكره التصنيع، هل انا مش عايز اقول ان الدوله مقصره او لا، تمام، بس انا من وجهه نظري ان انا شايف ان المايند سيت شويه بتاعت المصنعين او البيزنس بتاع التصنيع عامه في مصر ومعظمه قايم على فاميلي بيزنس. تمام. فهو كويس. حاجه بتتوارث. صح. بس انا بدات ان انا تقريبا احنا عندنا مصانع كتير قفلت للاسف يعني في الفتره اللي فاتت دي طبعا. بس مقابل يعني ما فيش مصانع جديده ظهرت، ما فيش اندستريز جديده ظهرت، في حاجات كتير بدات تختفي. تمام. فانت انا كانفستور برضو ليه انا هستثمر هنا في مصر في التصنيع؟ يعني انا مثلا سامسونج هاجي اعمل مصنع هنا، حلو، ليه اعمله هنا؟ ايه بص هي دي ليها علاقه بالريجوليشنز شويه. يعني تمام. ممكن يبقى مثلا لا احنا تعالى نتكلم احنا يوتوبيا، ما هو الريجوليشنز تمام وكل كل حاجة تمام. وانا مش هروح الصين، انا بفاضي ما بين مصر والصين. ايه اللي خليني اجي مصر؟ بالظبط. بص هو حاجات كتير قوي. يعني المستثمر مثلا بيبص للبنيه التحتيه، ودي الصراحه اتظبطت عندنا 100%. بيبتدي يبص على الماركت نفسه، الكونسيومر بتاعه. لو هو مثلا بيشتغل في سامسونج مثلا، الناس بتشتري سامسونج، بتحب التلفزيونات، الموبايلات لا في مصر بيشتروا. طب ما نفتح مصنع هناك هوفر نقل مثلا. الخامات. الجنيه قصاد الدولار مش احلى حاجه. فهو بالنسبه له لما يجي يستثمر بالدولار هو بيشتري مصنع وارض وعماله ببلاش. فكل ده اكسبنسز بالنسبه له يعني بيوفر اكسبنسز. فده يخليه يبقى عنده يعني ان هو يجي يستثمر في مصر. تمام. فالحته دي عشان العماله، عشان الجنيه، عشان كل الحاجات دي. حلو. معلش بس هرجع لحاجه كنت انت اتكلمت برايفت ايكويتي. احنا اتكلمنا في الانجل، اتكلمنا في الفي سيز، اتكلمنا في الكلام ده كله. اكيد في تايبس تانية اوف فاندز زي البرايفت ايكويتي والانفستمنت بانكينج، دول بيعملوا ايه وايه هم اساسا يعني؟ حلو. ببساطه الانفستمنت بانك ده بروكر او ميدل مان. انا النهارده يعني هحكي لك مثلا، انا النهارده مستشفى وعايز اكبر البيزنس بتاعي ومش عايز اخد ديت. في فرق بين الديت والايكويتي. مش هاخد قرض، لا هاخد حد يضخ معايا فلوس ياخد اسهم. وهي معظم الانفسترز بتخش عشان حاطه شايفه قدامها اكزيت بلان. يعني ما بيخشش يحط فلوس كده، بيقول له والله في الاتفاق انا النهارده هحط معاك فلوس، هقعد معاك 5 سنين، السهم النهارده باكس، بكره هيبقى ب 3x، هطلع بعد 5 سنين. هطلع ازاي؟ بنتفقوا عليها برضو. يا اما حضرتك هتضخ فلوس تشتري الاسهم بتاعتي، يا اما انا هجيب انفستور يخش معايا، يا اما هبيع الاسهم بتاعتي IPO.
فده الانفستمنت بانكينج. ميدل مان، انا عايز استثمار، بروح ادور على مستثمرين من النتورك بتاعتي سواء بره مصر او جوه مصر، واجيب حد انترستد ان هو يخش في الاندستري دي، سواء هيلث تك، اي حاجه، مصنع، مش عارف ايه، اي حاجه، وبيجي يعمل بقى، هي قصه كبيره قوي، بيعمل حاجه اسمها ديو ديليجنس او فحص نافي للجهاله. الفحص النافي للجهاله ده او الديو ديليجنس ده ممكن ياخد 6 شهور. فانت متخيل ترانزاكشن برقم كبير قوي بتقعد ممكن سنه عشان تخلص الترانزاكشن. الديو ديليجنس ده بيتعمل ازاي ببساطه؟ بيجيبوا، لازم الانفستر بيقول لك انا هجيب حد من البيج فور. طبعا انتوا عارفين البيج فور، او انت عارف البيج يعني فور. فهمنا اكتر. يعني البيج فور دول اللي هم اكبر شركات بتعمل اوديت على الشركات في الفاينانشالز، يعني زي مثلا كي بي ام جي، برايس ووتر هاوس، وبعد كده هي عملت ميرج مع كوبرز فبقى اسمها برايس ووتر هاوس كوبرز، وفي عندنا ارنست اند يونغ، وفي ديلويت. حلو. فدول فالانفستر بيقول لك لا انا لازم حد من دول يعمل لي الديو ديليجنس. مش مين بيشيل بقى فاتوره؟ انفستر. حلو. ماليش فيه انا راجل، انت اللي عايز تستثمر عندي وانت اللي طالب دول، فالانفستر هو اللي يشيل. بيخشوا بقى يعملوا ايه؟ بيعملوا من اول التيم، الهيراركي، الفاينانشالز، كل ليجل، كل حاجه جوه الشركه بيتعمل لها اوديت عشان يتاكدوا ان كل حاجه سليمه. بعد كده نبتدي نتكلم في الترانزاكشن. فهي قصه، يعني هم بيعملوا بري ايفالويشن، بعد كده بيحصل اوديت، بعد كده نتكلم بقى الاكشوال ايفالويشن بالظبط. وبعدين بقى طالما انت طرحت فكره الفالويشن بقى بيختلف تماما عن الستارت ابس. الستارت ابس انت ما عندكش اصلا هيستوريكال، فبتبني فالويشن 90% مش صح. وفي كنا بنتكلم في حلقه مخصوص في الحته دي. في ستارت اب تيجي تقول لك مثلا انا عامله لك فالويشن 5 سنين. 5 سنين ايه يا ابني؟ انت اصلا هتعرف منين يعني؟ انت اخرك 2 سنين ومش هيطلعوا صح. فما تجيليش تقول لي 5 سنين دي مستحيل تبقى صح. انما بنيجي بقى هنا في الترانزاكشنز الكبيره بتاعت البرايفت ايكويتي والانفستمنت بانكينج والحاجات دي، بلاقي ان الفالويشن بقى سهل. انا عندي، هو مش سهل، هو سهل ان انت تطلع رقم قريب من الحقيقه. عندك هيستوريكال فاينانشالز 3 سنين واكتر، وعندك تعرف بقى تبني عليها كاش فلو، كاش ديسكاونتد كاش فلو، تبني بروجكشن محترم قريب للحقيقه. فالديلز بتبقى الواقع وسعرها وثمنها حقيقه شويه غير الستارت اب خالص. فدي الحته بتاعت الفالويشن في الحته بتاعت البرايفت ايكويتي والانفستمنت بانكينج. فالبرايفت ايكويتي والانفستمنت بانكينج تقريبا شبه الفي سيز في الستارت ابس. بس بيشتغلوا مع ماتيور كومبانيز. انا بتكلم بقى ان هم بيشتغلوا، يعني مش هقول بورينج بزنس، بس الريجولار بزنس. انا عندي ديترجنت كومباني ولا بالظبط، عندي مصنع، عندي شركه شغاله بقى لها كتير، هي لارج كوربريت دلوقتي موجوده في الماركت، او اس ام ايز وبتكبر، اقدر ادخل معاها. الفي سيز ما لهمش علاقه بالحته دي، هي حتى يعني الفي سيز هاي مور ريسك او هاي ريسك. حلو. طيب انا كبرايفت ايكويتي، تمام، اكيد مش كل الانفستمنتس بتاعتي بتروح ناحيه البيزنس، فاكيد ليه في انفستمنت استراتيجيز. فهل في حاجه ممكن تعملها، مش هقول لك اكسبوجر بس تقدر تشرحها يبقى يعني ايه انفستمنت استراتيجيز بالنسبه للبرايفت ايكويتي؟ ما هو بص، الانفستمنت استراتيجي دي ليها علاقه بالانفستمنت ثيسيس. انا النهارده هستثمر في اندستريز 1 2 3، هستثمر في هيلث تك، هستثمر في صناعه كهرباء، هستثمر، بيبقى عندهم ثيسيس هي، فدي استراتيجي. انا والله استراتيجي بتاعتي هستثمر في الاندستري دي. التيكتس بتاعتي على حسب طبعا حجم الصندوق. مثلا ممكن صندوق يبقى مثلا، يعني كنت بتعامل مع صندوق مثلا ب 100 مليون يورو. التيكتس بتاعته بتتراوح ان هو بياخد ماينوريتي من الشركات، سي مثلا 5 10 ماكسيمم 20%. ده برضو استراتيجي. الريتيرن بتاعي هيبقى بعد كام سنه هعمل اكزيت، ما دي تخش تحت الاستراتيجي. يعني هم بيبصوا زي الفي سيز كده على الاكزيت، مش الار او اي. يعني مش والله انا هخش في الشركه دي. الاثنين بيبصوا على الاثنين، بس هو داخل عشان يطلع زي الفي سي. انا داخل عشان اطلع باكزيت عملت فيه بروفيت محترم او مالتيبلز للرقم اللي انا دخلت بيه محترم، 2x 3x 5x. حلو. وفي ناس في الستارت ابس حظها حلو بتعمل 8x و10x، بس in very rare occasions يعني. بالظبط. investment strategies
تمام، او الانفستمنت عامه، الفيوتشر اوف انفستمنت، انت شايف من وجهه نظرك ممكن يتطور ازاي؟ او هو كان فين وصل لايه وممكن يوصل لايه؟ هو كان فين وصل لايه؟ طيب خلينا نرتب السؤال. احنا متفقين ان احنا مش هنقدر نستغنى عن الانفستمنتس. اكيد. كان فين؟ كان انفستمنت عادي جدا، انفسترز بتيجي تدخل في شركات قايمه بقالها فتره في السوق وعامله ارقام وشايفه انها فيري بوتنشال. فالانفستر ده كمان عشان يعني يعمل ريتيرن حلو على الفلوس بيفتح ماركتس تانية للشركات دي. فهو كان تيبيكال كده. دلوقتي دخل تكنولوجي، وحتى في الشركات الماتيور على فكره، ودخل ستارت ابس كل يوم بيبقى فيه تكنولوجي. انت النهارده الاي اي زي ما انت كنا بنقول من شويه، فهو ما حدش يعرف رايح فين. يعني صعب جدا ان انا اقول لك الانفستمنتس رايحه فين، ولكن هي كل يوم عن يوم بيحصل تطور رهيب. ممكن يحصل ترند، ممكن يحصل تكنولوجي جديده احنا ما نعرفهاش. فيعني الموضوع ما اقدرش احدد لك فيه بالظبط. ماشي اوكي. طيب اشتغلت مع ستارت ابس كتير اكيد، كتير قوي. واتفر ان انت كنت ادفايزر او ان انت كنت فاند ليدر وعندك اشتغلت مع ستارت ابس طيب كتير. اكيد انت اشتغلت مع تيمز او ستارت ابس بريليانت ايدياز باد تيم، او مش تيم احسن حاجه، ومش هقول باد ايدياز بس يعني الايديا مش احسن حاجه بس التيم عالي. انت بريفير ايه اكتر؟ انا ببريفير التيم. يعني انا دايما حتى لما باجي اقيم شركه او باجي اعمل ميتنج بحب دايما الفاوندر والكو فاوندرز كلهم يبقوا موجودين. لان حتى في الديو ديليجنس ببص على اول حاجه التيم. بالنسبه لي التيم اهم من الفكره نفسها. لان النهارده انا تيم قوي وعامل فكره جباره، وحصل مثلا ان جه، وحصلت على فكره يعني جه كورونا زي كورونا ده، والشركه فكره رهيبه، ولكن الكورونا وقفت البيزنس. لو انت عندك تيم قوي هيعرف يتيلر بيزنس موديل او يعدل فيه ويكوب مع التغيير الرهيب ده. طب ما تدينا مثال مثلا. ادي لك مثال. يعني مثلا كان في شركه في هيلث تك بدون اسماء يعني. عايز تقول اسماء يعني اعلان ليهم يعني لا انت عايز تقول يعني لا يعني لازم استاذنهم. فكان في شركه هيلث تك شغاله بس ناحيه الكوزماتكس والكوزماتيكال سيرجريز. لا يعني بتعمل حاجات ليها علاقه بالتجميل وكده. كانت بتعمل ايه ببساطه؟ هي كانت واخده رخصه سياحيه. انت عارف العمليات في مصر بتبقى في دكاتره شاطرين ومش مكلفه بالنسبه للاجانب. يعني اصحابي كتير بيجوا يعملوا اسنانهم هنا مش عارف ايه، كل دي داخله تحت التجميل. فهم كانوا عاملين الشركه كده وكانوا شغالين حلو جدا، وابتدى يجي لهم ناس كتير من بره وابتدوا يعملوا فلوس فعلا. جت الكورونا التجميل طبعا وقف، فحولوا. هم كانوا شاطرين جدا يعني احمد عساكر واسماعيل انور يلا يعني. فحولوا البيزنس موديل ان هم ما يبقوش شغالين تجميل، يبقوا شغالين حاجات ليها علاقه مثلا بالعنايه المركزه، الحاجات اللي محتاجينها فعلا في وقت الكورونا. دكاتره الصدريه يعملوا زيارات ثرو الابلكيشن بتاعهم او السايت للبيت. فده تيم قوي يعني عارف يتيلر ويكوب مع المشكله. هو لسه مستمر لحد دلوقتي الستارت اب دي؟ للاسف لا. يعني ايه اللي حصل؟ هم خدوا يعني انا من رايي انا الشخصي ان هم خدوا فند من في سي معروف هنا في مصر، والفي سي ما تبعش معاهم. فهم زي اي حد ما عندوش اكسبيرينس في البيزنس قويه، دي اول ستارت اب، وهم ما عندهمش كوربريت اكسبيرينس قويه. ف دخلوا صرفوا الفلوس في حاجات مش هتعمل ريتيرن قوي على البيزنس. فاليوز اوف فند هنا ان انت تتابعه مهم جدا زي ما انا كنت بقول من الاول. فلما صرفوا في الحاجات دي ما عرفوش يعملوا الارقام المتوقعه منهم، فاتزنقوا ان هم عايزين فند تاني. فراحوا، وانا كنت بساعدهم على فكره، وقعدنا مع انفسترز كتير جدا. الفتره اللي من الكورونا للفتره اللي هم عايزين يرزقوا فيها تاني كانت فتره كبيره حوالي 1.5 سنة، وما عملوش ارقام زي ما كانوا شغالين في الاول. فده كان بيخوف اي انفستر ان هو يخش معاهم. فدي اثرت جامد على الموضوع ده.
ودي يعني انا فعلا زعلان جدا ان الستارت اب دي ما كملتش، لان انا كنت شايفها فيري بوتنشال. التيم بتاعها قوي جدا جدا، فيري بروفيشنال. ففي امثله كتير بقى للحاجات دي. ف ده اللي حصل في القصه بتاعت الهيلث تك ستارت اب دي يعني. طب في اي كيس تاني انت ممكن تقولها لنا؟ كيس تانية على حاجه. بص انا هتكلم معاك، هو السؤال اكتر هي فكره اليوز اوف فاندز، لان حلو. اوكي حلو. انا خدت فلوس النهارده، حلو. ماشي، ليه برن اوت اوف كاش بسرعه وليه مش بوصل للتارجتس بتاعتي؟ حلو قوي السؤال ده. انا النهارده لازم يبقى عندي حد فاينانشال مانجمنت قوي، لانه يعرف يستغل او يستخدم الفند ده بطريقه ان انا ما احرقش الفلوس قبل ما اكون عملت ارقام عشان اعرف اريس تاني، او جبت ريفينيوز خلاص بقت بتغطي الاكسبنسز بتاعتي. فلازم اخلي بالي قوي انا بصرف في ايه. في ستارت ابس كتير قوي بتاخد الفلوس، يلا نجيب لابتوبس، يلا انا هجيب صحابي اعينهم وادي لهم مرتبات عاليه. وده بيحصل على فكره، وحصل كتير، وحصل في شركات معروفه وده تقريبا كان ساعه الفتره الطويله بتاعت سكيل ات اني كوست، هي بتاعت يلا نكبر بسرعه. والله العظيم كانوا فعلا صحاب يعينوا اصحابهم، خد يا ابني مرتبات عاليه، الفلوس اتحرقت، طب فين؟ طب خلاص قفلنا. فلازم اخلي بالي من الحته دي، لان الكاش مانجمنت دي قويه، حاجه مهمه جدا. هستخدمها في ايه؟ يعني هستخدمها في حاجه تجيب لي عائد وتجيب لي كاش، عشان يبقى عندي كاش بول قوي اقدر اكمل بيه. وده خلي بالك هيساعدني ان انا اريس فاندز لو انا فعلا محتاج ان انا مثلا ابنتريت ماركت جديد او هزود حاجه في البيزنس موديل. فلازم اخلي بالي انا بصرف في ايه. لازم اصرف على مثلا ماركتنج، ازاي ان انا اجيب الكاستمرز، اعمل اكوزيشن، كاستمر اكوزيشن يعني. ما اصرفش في حاجات اجر مكتب مثلا برقم خزعبلي في حته واو عشان انا الستارت اب ما حصلتش كتير. وعلى فكره ده سبب. وعلى فكره انا عايز اقول لك حاجه، انا في يوم من الايام كنت عامل برايفت بزنس وغلطت انا وشريكي، ان هو كان عايز يبقى كده وانا ما فرملتوش، وصرفنا فلوس وخسرنا، وعملنا فلوس كتير وخسرناها بسبب ان انا ابتدي كبير. وده مش، وانا بقول لك اتعلمت منها، وده غلط جدا. فلازم ابقى متقشف جدا في الاول. ايه المشكله لما اقعد في البدروم انا واعمل الشركه في البدروم؟ بي موب حرفيا. انا يعني اللي عرفته كتير من كذا حد او من الايرلي انفسترز ان بي موب كانوا واخدين شقه وجايبين كراسي، عارف الكراسي بتاعت القهوه؟ ايوه. وشغالين على فكره قهوه وبتاع ومش عارف ايه، واي انفستر يروح اللي هو تمام. هو ده يعني على فكره هو ده الصح، الناس الايرلي انفسترز هو ده الصح. وشوف سويفل كانوا قاعدين على في البيت بتاعهم على الارض بيفكروا في الفكره، صح، ووصلوا لايه. فهي لازم تخلي بالك من حته صرف الفلوس دي، مهمه جدا جدا جدا. علشان ما تجيش بعد كده تندم وتقول طب انا محتاج طلع لك اوبورتونيتي لازم تدفعها تجيب لك عائد رهيب وانت صرفت الفلوس. طب ما معلش، حته الكاش مانجمنت دي هو ليه في فلوس بقى بتخلص بسرعه جدا في فتره قليله جدا، وحاسس ان مفيش الكالتشر بتاعت الكاش مانجمنت؟ هو ليه الناس مش بتفرملهم؟ يعني ليه الانفستور انا بديك فلوس اهو، او اديتك الترانش بتاعك او الترانش بتاعك الاولاني، فجاه انت رحت جبت مكتب وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب هو ازاي انت مفيش حتى حته ان انا educate you، ان انا اعلمك ان انت ما ينفعش تصرف على ده، انت محتاج تصرف على ده؟ هو ليه حصل كده؟ ما هي دي اللي انا كنت بتكلم فيها في الاول. يعني انا مثلا كنت بتكلم مع حد مدير فند كبير قوي في مصر من فتره كبيره يعني، وكنت بتكلم معاه عشان انا باك جراوند كوربريت فاينانس، وهو باك جراوند انفستمنت، بيور انفستمنت. فحصل ديبيت في حته ممكن انا اكون غلط وممكن اكون صح. فكنا بنتكلم، فانا بقول اليوز اوف فند يا جماعه، اليوز اوف فند ده مهم جدا. بتكلم يعني معاهم بقول لهم احنا دلوقتي الناس والفي سيز بتحط فلوس وتمشي، ما حدش بيبص على اليوز اوف فند. فبيقول لي او بتقول لي احنا انفسترز ما نبصش على الفلوس. دلوقتي اليوز اوف فند ده هو اللي هيخليك تتحكم في الفلوس دي مصروفه في ايه. انا قلت حاجات طبعا تعجيزيه وهو مش صح. قلت مثلا انا الراجل ده مثلا بيجيب منتج من سبلاير، قلت انا ادفع للسبلاير، مش لازم اديله كاش في ايده، احجم الكاش على قد ما اقدر، وده في مصلحه الشركه ان انت بتصرف في البيزنس.
او بتصرف في الوركينج كابيتال نفسه اللي هيدور لك الشركه، مش بتصرف في لابتوبس وايجار مكتب وسفر ايفنتس وي. انا عايز اللي يجيب لي ريتيرن محترم. صح. فده كان ديبيت كبير جدا، وممكن انا اكون غلط لان انا برضو عندي باك جراوند زي ما قلت لك كوربريت فاينانس مش بيور انفستمنت. فهنا حصل الديبيت ده. ف مهم جدا يبقى عندك حد بيفهم في الكاش مانجمنت اللي هو اسمه تراجري. طبعا في ستارت اب مش هتجيب تراجري جبار يعني أكيد. بس يبقى عندك حد في الفاينانس بيفورمل، او على الاقل يبقى في بلاتفورم الناس تتعلم فيه فكره اليوز اوف فاندز. لان تاني حلو. انا واحد من الناس المقتنع جدا انا لو خدت انفستمنت انا محتاج كاستمرز. انا طبعا. وعلى فكره عقليه كبيره قوي او كان في مايند سيت كبيره جدا ان اكيد البي ار لعبه كويسه. حته ان انا جبت انفستمنت بقى ففي ارتكلز تتكتب وبتاع which for created a lot of entrepreneurs اللي هم بيبصوا ان الغايه او ان الحصول على الانفستمنت مش الوسيله للوصول مش صح للبروفيتابيلتي. بالظبط كلامك صح. عايز اقول لك برضو اكزامبل من الحاجات اللي انا شفتها كتير انا بعيد عن الستارت ابس يعني هننط لللارج كوربريتس. التريجري دايركتور او الكاش مانجر ده اللي هو اسمه تريجري مانجر او تريجري دايركتور او وات ايفر اللي هو تحت السي اف او في الهيراركي ممكن يوقع الشركه وممكن يقومها. وده بجد صح. والله انا شفت شركات للاسف يعني عندها تريجري مانجرز ما عندهمش ضمير او مش فاهمين. ممكن يخسر الشركه. يعني انا اعرف شركه تعثرت في 500 مليون عشان عندها تريجري مانجر انا اسف يعني ما بيفهمش او نصاب او ايا كان. ولما دخلت انا بزنس كونسلتنت فانا دخلت بساعد الشركه دي وان انا اظبط لها مثلا الدنيا مع البنوك متعثره في 500 مليون احاول اجدول لها احاول اعمل 1 2 3. اكتشفت ان هو كان عنده حلول ممكن ما توصلوش للمأزق اللي هو محطوط فيه دلوقتي ده وما عملوش ليه lack of experience مكبر دماغه. فالتراجري دي حاجه مهمه جدا في الشركه وفعلا تقوم شركه وتوقعها. وفي امثله كتير غير الراجل اللي انا بقول لك عليه بتاع 500 مليون في ناس بمليار بسبب التراجري. فهو طب هل اللي حصل ان هو مش عايز ان افترض سوء النيه ان هو اقول لك مثلا اختلاس او الكلام ده كله بس حصل اكيد حصل. بس هل هو كان المشكله كلها ان صرف الفلوس نفسه ما كانش في الاوجه الصحيحه ولا كانت فواتير مثلا غريبه او سبلايرز؟ النسبه الاصغر فواتير مضروبه وده ما فيهوش يعني طبعا مشكله ولكن مش هي دي الازمه. ولكن النهارده لو انا تريجري دايركتور او كاش مانجر ومش فاهم انا النهارده كان بيصرف مثلا فلوس في حاجه في البيزنس اسمها شورت تيرم ولونج تيرم. يعني لو انا واخد شورت تيرم من البنك دلوقتي وركينج كابيتال او راس مال عامل ده بيمشي لي الاوبريشنز اليوميه او الشهريه او ايا كان. ما ينفعش اخده اشتري بيه اصل لونج تيرم. بالظبط. حصل لي كاش فلو ده كان انا مثلا بنقول ان كارفور نفسه هياخد الوركينج كابيتال بتاعه يروح يشتري مول جديد. منين هتدور ازاي؟ هتدور ازاي؟ انت وقفت فعليا وقفت. لو في الريتيل انت بتتكلم في مارجنز ايه 4% و5% فانت محتاج تدور بالظبط يعني حتى في ائتمانيا يقول لك ايه يقول لك انا النهارده راجل هاخد وركينج كابيتال من بنك. لو انا اول وركينج كابيتال هاخده لو انا مصنع لسه جديد خالص لازم يبقى لونج تيرم مش شورت تيرم. صح. وبعد كده هيدور يبقى شورت تيرم. فكان بياخد الفلوس دي مثلا يسدد قرض طويل الاجل. فبعد فتره وقفنا الفلوس اللي بتطلع دي لازم تدور عشان تعرف تتسدد تاني. راحت في قرض طويل الاجل هتدور فين بقى؟ فانت بعد فتره وقفت. فالراجل كان في الصين صاحب الشركه رجع لقى الدنيا مقلوبه. وكان المشكله ان هو بروفيشنال جدا فمدي الحق التوقيع للراجل السي اف او ده والمدير المصنع مجتمعين فعملوا رباطيه مع بعض ربنا يعني خلينا نعمل ترانزيشن بقى. ماشي يلا بينا. انا كستارت اب بقى ايه الخطوات اللي انا محتاج اعملها؟ اولا انا امتى ابدا اتكلم مع انفسترز؟ حلو. انا ممكن اتكلم مع انفستر في اي وقت. لو انا النهارده اعرف انفستر وجالي فكره ممكن اروح اتكلم معاه. حلو.
هيستثمر معايا ولا لا دي لسه عليها بدري. اكيد بس ممكن اتكلم معاه من اول الايديا، من اول ايديا. اتكلم معاه من اول الايديا، مم. اتكلم يعني معاه. الجزئيه بتاعت الانفستمنت او الاستثمار او ان انا اسال على الاستثمار بتبدا من الاول خالص مع البيزنس نفسه. يعني كاني بريز من اول. اصل معنى ان انا اتكلمت مع انفستور مش معنى ان هو انفست معايا. اكيد. وعلى فكره انا عايز انصح الستارت ابس، انت النهارده انت لسه جديد وما عندكش خلفيه مع الانفسترز وما عندكش حد بيمنتور. صح. انت النهارده ممكن تعمل ايه؟ انت مثلا متارجت في سي معين، هو ده اللي انت شايفه بيشتغل في الاندستري بتاعتك، او مثلا 2 3 ليهم علاقه بالاندستري وشايف ان هم ممكن ما تروح لهمش في الاول. روح لفي سي او انا عايزين بقى نخش في البروسيس بقى نفسها. انا اروح لفي سي او انفستور. انت عارف انك مش هتاخد منه، بس انت هتاخد اكسبيرينس رهيبه جدا من النيجوشيشنز مع الانفستور ده. 1 2 3 5 هتوصل للي انت عايز تاخد منه الانفستمنت منه فعلا، هتلاقي نفسك بقيت واحد تاني خالص. حلو. لان دي اكسبيرينس. البروسيس بقى بتمشي ازاي؟ انا النهارده ستارت اب جاي لي، انا انفستور. لا انا عايز ايه اللي انت عايزه؟ يعني انا احضر ايه عشان اجي اطلع اسك من الاول؟ ما هو بص، هي مش احضر ايه عشان اجي اسك. انا هاجي اقعد معاك الاول هشوف في ابيتايت ولا لا. يعني انا راجل مثلا انفستور او في سي اجنوستيك، بستثمر في اي اندستري. فستارت اب جات لي بتسالني والله، فاقول لها كلمتني قالت لي انا عندي ستارت اب 1 2 3 عايز اخد فند. طيب تعالى نعمل ميتنج. اول ميتنج ده بيبقى طبعا ببص على البيزنس، بس انا بركز مع التيم واقعد اتكلم معاه في حاجات مالهاش اي علاقه بالبيزنس. ليه؟ عايز اعرف التيم ده بيفكر ازاي، لو حصلت مشكله هيتصرف ازاي. بعديها اقعد اتكلم في البيزنس، يعمل لي بيتشنج للستارت اب بتاعته. فهو هيجيب معاه بيتش ديك محترم موضح كل الحاجات بتاعت الستارت اب، البين، السولوشن، ايه لغايه الاسك بتاعه. قال لي والله انا الاسك بتاعي كذا. طيب هل ده مناسب ليا ولا لا؟ هل ده رياليستيك للبيزنس بتاعه ولا لا؟ ابتدي اتكلم معاه اقول له طيب ماشي هدرس، ويبعت لي الفاينانشلز، ابتدي احلل الفاينانشلز واحده واحده. طبعا ليه مهازل في الحته دي بقى؟ مهازل والله بجد. والله مهازل. ليه؟ انت راجل فاوندر او كو فاوندر وحاسس ان انت البيزنس بتاعك ما حصلش، فبتتخيل حاجات انرياليستيك. والله العظيم انا بشوف ستارت ابس. يعني جالي مره واحد عامل لي فاينانشال موديل بعد مش خساره. لا بعد اول سنه هو مش خسران اصلا. اكيد. بعد ثالث سنه بيبيع ب 10 مليار. انا اسود. طب يا ابني ازاي طيب ايوه ممكن، بس مش كده. يعني هي ما بتجيش كده، انت اصلا لسه ما دخلتش السوق. قررت ان انت هتبيع ب 10 مليار. افرض انت ما مش البيزنس موديل بتاعك مش هيفت في الماركت. فبشوف مهازل في الفاينانشلز رهيبه. و يعني عدلت حاجات كتير للستارت ابس وبسبب القصه بتاعت الفاينانشلز دي، لان انا باك جراوند فاينانس. بشوف ايه تاني. بشوف مثلا ستارت اب بيقاوح معاك، انت راجل فاهم في الاندستري وهو لسه جديد، يقاوح معاك ان هو البيزنس الماركت حجمه مش عارف مقتنع. يا ابني اجيبها له مثلا حاجه يعني دوكيومنتد وموثقه، يقول لي لا الكلام ده مش مظبوط، ما اعرفش ايه. فلا بنشوف مهازل وبنشوف ناس قويه جدا الصراحه. ناس قويه جدا ويعني ما خدتش الفرصه، وبنشوف ناس فهي فيها برضو نسبه حظ صغيره. اكيد طبعا. لا اكيد ماشي. يعني انت بتنصح الاول طبعا قبل اي حاجه طبعا الريتش اوت ده مهم جدا. طبعا من اول يوم انت عملت البيزنس. تمام. حاجه تانية ان الستارت اب فاوندر او الفاوندر اللي بيسيك انفستمنت ان هو يكون رياليستيك اكتر، حقيقي يبقى عامل ماركت ريسيرش محترم، فاصل نفسه عن مشاعره ناحيه البيزنس بالظبط. ابقى فيري رياليستيك. ابص على الستارت ابس. اصل بص، صعب جدا ان انت تلاقي ستارت اب ما فيش حاجه شبهها. اكيد هتلاقي. اكيد. عندنا في الماركت بيقولوا عليه دايركت ولا اندايركت كومبيتيتورز. بالظبط كده. فتروح تقارن. انا عايز انصح برضو الستارت ابس، اي حد بيفكر يعمل ستارت اب ما تعملش ستارت اب غير لما تعمل ماركت ريسيرش قوي مره واثنين وعشرة. لان لو ما عملتش ماركت ريسيرش هتعمل مجهود وممكن تلاقيه كله راح في الفاضي.
ده غالي عليا، انا فاوندر وبقول لك ده غالي عليا، ايه المفروض ان اعمله؟ اعمل انت ماركت ريسيرش بنفسك، مش لازم تطلب من حد. انزل السوق وروح اسال شركات شبهك وكلم ناس، شوف منتورز، حاول توصل لهم باي طريقه. الناس بتساعد يعني. لو واحد النهارده جه بعت لي مسج قال لي انا محتاجك، والله ما هتاخر عنه. وفي ناس كتير شبهي واحسن مني. فالماركت ريسيرش ده اهم حاجه. وانا شاب ده الصراحه يعني يا حبيبي على راسي يا باشا. فده حاجه مهمه جدا، لان في ستارت ابس ما بتعملش ماركت ريسيرش، بتلاقي نفسها مفيش، عملت مجهود وتعبت ودفعت فلوس، وبتلاقي ان وتروح بقى في التك وتصرف في التك وتصرف. وشفت كتير. فانت لازم تعمل ماركت ريسيرش، تبتدي تتكلم مع الناس الاول، زي السيرفي اللي الناس بتعمله قبل مثلا ما تدخل ماركت جديد. كل الحاجات دي هتديك فيدباك. حتى لو انت عندك فكره في دماغك، ممكن الفكره تفضل زي ما هي بس هتعدل عليها شويه حاجات في البيزنس موديل تخليك تبقى فيت في الماركت بسهوله. صح. بعد كده، بعد ما انت خلاص عملت ماركت ريسيرش والدنيا تمام وابتديت تتكلم مع انفسترز، انت بقى تشوف زي ما انا قلت لك في الاول، انت تشوف هتروح لاني في سي. تبتدي زي ما قلت لك تعمل اكنك بتعمل انترفيوز قبل ما تروح الشغلانه دي انت عايزها. فباخد اكسبيرينس من الانترفيوز بتاعتي عشان اروح ان شاء الله ربنا يوفقني واخلص في الحته دي. حلو جدا. طيب النصيحه الثانيه تمام اللي انت بتديها للفاوندرز، مش شرط عشان خاطر يريزوا انفستمنت، كنصيحه عامه. كنصيحه عامه اوكي. للفاوندرز اهم حاجه تبقى رياليستيك، ما تتسرعش خالص. اعرف انت بتصرف فلوسك في ايه. نقي تيم قوي. مش عشان واحد صاحبك مثلا انتوا متربين مع بعض فلازم تنجحوا مع بعض في البيزنس. لا، ممكن واحد يبقى مش صاحبك بس قوي جدا في الحته دي وهيأد فاليو قويه جدا. فيعني اهم حاجات ان انت تنقي الفاوندرز، تعمل ماركت ريسيرش قوي، تنزل تتكلم مع منتورز، تروح تسال، تحضر ايفنتس، تشوف انفسترز، تتكلم معاهم بره البيزنس وتطرح عليهم الفكره. هتلاقي فيدباكس هتخليك تبني بيزنس موديل محترم. حلو جدا. طيب انا مبسوط جدا ان انت كنت معانا النهارده حبيبي يا محمد. انا كمان اتمنى ان شاء الله، انا اتمنى يعني ان الكونفرسيشن كانت لطيفه وظريفه يعني زي موست اوف ذا كونفرسيشنز. حبيبي يا باشا، ربنا يخليك. انا مبسوط اكتر والله. مبسوط جدا ان انت كنت معانا. انا كمان يا حبيبي. ودي كانت حلقه النهارده من بيزنس وذ مو بودكاست. ما تنسوش تعملوا لايك لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب، وتدونا 5 ستار ريفيو لو انتم بتشوفونا او تسمعونا على سبوتيفاي، واكتبوا لنا في الكومنتات لو عندكم اي اسئله. هنسيب لكم اللينك بتاع لينكد ان لحسين، وطبعا لينكد ان اكونت بتاعي. شكرا جدا واستنونا الحلقه الجايه.